السلام عليكم حبايب دفا البيت. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هندس الرز. هنعمل دس. عندنا ايه؟ عندنا دس. يعني ايه دس؟ بس مش انا اللي هطبخ النهارده ولا هدس. اللي هيدس وهيطبخ معاه منى وشروق، وانا النهارده مساعد الشيف. عندنا برام، يعني هنعمل رز برام. رز برام بس مدسوس. هو في فرق؟ في فرق. عندنا رز غاسلينه ومصفيينه، عندنا فلفل اسمر، حته لحمه عاملين لها عيد ميلاد، عندنا حبه لبن. وهنا من تريكاتي ما بحطش اللبن ساده، بحط لبن على ميه. لازم احط ميه عشان الرز يستوي حلو، وبملح اللبن زي حدق الرز بالظبط عشان الرز يبقى مش عادب هو واللحم. اهو بحضر اهو المنى عشان منى تحطه في الفرن زي ماما معلمتنا بالظبط، وزي ما طلعنا لقينا ستي الله يرحمها كانت بتعمل احلى رز مدسوس في الفرن البلدي. جبنا شويه رز من اللي غاسلينه ومصفينه وحطيناه في البرام. وادي اللحمه، بصوا بدهنها فلفل من فوق ومن تحت. في ناس بترش، لكن انا بحب كده ادهنها كلها، ريحتها بتبقى روعه. وده يعني بدس. لو حطيت الرز بس يبقى انا عامله رز برام، انما دلوقتي انا بدس زي ما بتدس السر. يقول لك دسيته، ايوه دسيته. يعني ايه؟ خبيته. ما تخافش، دسسهولك دسيس، يعني انا خبي لك السر. فانا دسيت اللحمه. ادي اللحمه اهو، بنتنوها فلفل وبحطها في فراخ. اجمل واجمل بتخلي الرز طري. البط يا سلام عليه مدسوس، او الحمام. وكمان انا بدس السمك يا ولاد. سمك، ايوه سمك. شوفوا حطيت حته دهنه اهي عشان تطري الرز من جوه، تخليه طري كده، اللحمه ما تبقاش ناشفه. بتقولي سمك؟ ايوه بدست السمك البوري والتعابين. في مره كده هوريهولكم بيبقى ولا ألذ. شوفوا الجمال. علموا ولادكم، علموا ولادكم الاكلات الصعبه. انا من اسكندريه واتعلمت، ماما كانت بتعلمني على طول، مش سايباني. بتعمل لنا اكلات بلدها واحنا بنحبها وبنستطعمها، فلازم نعملها. وعلموا الصبيان، مش عيب انكم تعلموا الصبيان. بيروحوا كليات، بيسافروا لشغلهم، بيوحشوا اكل ماما واكل بلده، بيهف عليه يقوم يعمل لنفسه سهل خالص. نجيب البرام اهوت لكل حبايبي الولاد والبنات واخواتي واخواني كلكم. الرز بحط حبة مش كتير، ما بكترش في القعر رز. شوفوا الطريقة دي غلط. وانا بحط اللبن كنت بعلم البنات ما تفضوش اللبن كده مباشر، اللحمه والدهنه بتطلع. مش بقى نجيب كبشه زي ماما ما علمتني، كبشه كده او طبق صغنن وافضي فيه اللبن ينزل زي الدش على الرز. شايفين المنظر؟ ما طلعش حاجه من قلب الرز، بيبقى سليم خالص، مفيش حاجه بقى بتطلع من اللي انا دساها جوه. اهو شايفين؟ كله تمام تمام تمام. علموا ولادكم يكونوا في مكان ولا في غربه وحشهم الاكل الجميل ده، يعملوا دفى في المكان. وادي منى وديت لها الرز اهو. شوفوا شاطرة، قاعدة قدام الفرن بتحطه بالراحة. لو زقته جامد اللبن هيطرطش في الفرن ويعمل ريحة حريقة ودخنة. بالراحة اهي، موسطنين النار زي ما تكوني حطاها على النار العادية بيغلي رز عادي. موسطنينها من تحت ومن فوق، مش معليينها عشان ما يفرش ويكب في الفرن. وعبال بقى ما منى حطت انا الحاجة دي، انا رحت اعمل حاجة تانية. دي اسمها بنسقي البرام. بنسقيه ايه؟ بنسقيه سمنة، زبدة، سمنة فلاحي. انا عندي حتة زبدة وحتة سمنة. ما عندكيش ده ولا ده، هاتي سمنه من العلبه، جميله جدا. والتركايه بقى عندي بحط له زيت في البرام. الزيت بيطري البرام جامد قوي، بس ما بحطوش لوحده، بحطه مع سمنه مع زبده. بحب قوي احط زيت في البرام. وعبال ما البرام يتشرب قلت احضر بقى ايه، شويه فاصوليا. بما ان شروق ما بتحبش الفاصوليا، قلت هي اللي هتطبخها النهارده. لما بتطبخوا بايديكم والاولاد بيعملوا بيحبوا الاكله. حضرت شويه فاصوليا متفرزين، وحضرت بهارات، فلفل اسمر، ملح، بابريكا، حبه شطه، معلقه توم مفرومه، قرنين شطه من الجنينه. وعندي صلصه متفرزه، وبصل انا مقطعاه خرط صغيره ومجهزاه لشوشو. وطبعا سرقت حته لحمه صغيره من اللحمه اللي حطيناها في الدس، مع حته بقى عاملين لها عيد ميلاد من كل مناب كده ترتوفه. قلت بما ان شروق هتاكلها النهارده لاول مره اطعمها لها. ونروح على النار، طاسه، صينيه، حله، اي حاجه حطي فيها ماده دهنيه حطوا فيها كده كلكم، او اللي بيتفرج عليا ونفسه يجرب. تسخن على النار كويس، انزل بالبصل يعمل صوت الطشه دي. المطبخ بيتكلم والطبيخ بيتكلم، بيعمل دفى. علموا الاولاد يخشوا. ممكن مره تانية اخلي ولادي علي وحمدي يعملوا، ونعملوا تحدي مع البنات.
شوف بقى الجمال اهي. البصل عامله صوت جميل قوي وريحه حلوه اول ما اتحطت على الايه الماده الدهنيه وهي سخنه اهو. بعد كده نزلت بقى شوشو، دي شوشو ايديها الصغنونه بحته اللحمه الصغنونه الفسافيس دي معدينا. احنا بنطعم الفاصوليا، احنا اصلا عندنا لحمه في البرام، ممكن تعملوا جنبه طاجن بطاطس كده ساده من غير لحمه، بيبقى جميل البرام اهو. البرام اهو بدأ يغلي اهو، يعمل وش. اللي جوه ده بيغلي، اللي بره لسه. هسيبها واجي اشوف الشروق. شروق طبعا بتقلب، قلت لها قلبي كويس، يا عيني مش بتسيب ايدها من المعلقه، بتقلب خايفه. كانت اول مره تعمل الفاصوليا، انما منش بقى منى حريفه في الطبيخ، فخليتها هي بقى اللي تجرب البرام. كانت اول طبخه لمنى الفاصوليا. شو متفرزه اهي، لو خضره كنت عملت البرام ني في ني، انما هي متفرزه التفريز ليه ريحه والتلج، فعشان كده هشوحها واسويها هنا الاول قبل ما احطها في الفرن. لازم بصوا التلج ده يفك وريحه التشويحه دي تبقى جميله. هنا اهو البرام شرب ميته، منى طلعته على ورقه عشان ما يعص تحته ايه المطرحه الخشب دي اهي. بتعمل له خروم كده فيه عشان تزقيه. يعني ايه تزقيه؟ يعني احط له بقى الزقوه او الزقيه دي، ان انا احط له الايدام بتاعه او السمنه او الماده الدهنيه الزبده على الزيت. مش عاملين له كذا فتحه، في ناس تعمل فتحه في النص بس، انا بحب اعمل كده عشان القعر بتاع الرز كله يبقى احمر وجميل، لان ابونا او الحاج صاحب البيت بابانا بيحب القعر ده قوي. يسيب الرز ويمسكه بالمعلقه بقى ويشد فيه جميل طعم، احنا بنتعاركوا عليه اصلا. هو بيزعل لو ملقاش البرام ليه قعر كده. بحط له بقى كده انا في الجناب كلها. شطوره يا منش. وبعد كده هيدخل الفرن ونغطوه بالغطا بتاعه، والفرن يتوطى شمعة خالص زي ما بترددوا الرز على النار. اي رز شوفوا سايل ازاي، رز حطيت في قلبه لحمه، حطيت في قلبه فراخ، ممكن سمك. عارفين لو ما فيش حاجه، بطاطس يا جماعه مكعبات بالفلفل روعه. ايوه بطاطس. هنيجي بقى الشوش وهي بتقلب الايدين الصغننه يانا عليها يانا يانا يانا. بعد ما اتشوحت تماما والميه نشفت وريحه الفاصوليا بقت جميله مع البصل، حطينا معلقه توم. انا بحب احط للفاصوليا توم، من الحاجات اللي بتقبل التوم الفاصوليا، اللوبيا، الكوسه، البطاطس. البسله لا، ما بحبهاش بالتوم ابدا، ما بتقبلهاش، بيبقى ريحته نفاذه. وبعد كده حطيت بهاراتي، ملحي، فلفلي، شطتي، بابريكتي، عايزين نزوده وتحرقوها بتبقى اروع. وبنقلب كده تاخد ريحه البهارات الجميله واللحمه الحلوه ديت وتبقى عالي العال. بعد كده اما اتاكد انها اتشوحت حلوه قوي، بنزل عليها بقى بالايه بالصلصه بتاعتها اهي. شو حطت الصلصه، كسرتها هي عشان تفك، ونسيبوها تفك خالص وتبقى صلصه فكت اهي. هزودها بقى ايه، انتم بقى اللي عايز يزودها شوربه ماشي عندكم ماشي، مش هتقول لا. انا زودتها ميه عشان تستوي بيها. بعد ما بتفك خالص زودناها ميه واستوت بالفعل. كل ما تعوز كنت بزودها. شوفوا الحدق بتاعها، محتاجه ملح، محتاجه حاجه تانية زودوا. استوت بقى نروح نعبيها في البريمه الصغننه. عندي بريمه جميله قوي، كل واحد بريم، بس انا النهارده على قدها عملنا 3 بريمه، كل 2 في بريم بقى يا معلم اهو. عبيناها عبال الرز ما يطلع من الفرن نحطها ورا، وبالفعل كان الرز استوى. شوفوا الوش جميل ازاي، بيتكلم عن نفسه. البرام او الدس يتحدث عن نفسه يا جماعه. ريحته انا بتهيالي الجيران كلها شامه، نفسي كلكم تيجوا تاكلوا معانا. بعدها حطينا يا دوبك طلع، عليت الفرن عشان احمرها. هي الفاصوليا مستويه، هحمر بس البريمه كده اتحمرت. شوفوا الجمال، شوفوا الروعه، بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. نفسي كنتوا تيجوا تشموا وتاكلوا معانا، نفسي كل متابعيني ياكلوا معايا الرز المدسوس بتاع ستي ومامتي والجو الجميل ده. ويا سلام لو عندنا فرن بلدي. تعالوا بقى للخطوه التانية وتركه كمان. هنا اسمها بنقور البرام. يعني ايه قور البرام؟ كنتش اعرف بس عرفت بقى. يعني بلف المعلقه داير داير كده عليه من الحروف، اسلتها منه عشان اما اقلبه في السرفيز ينزل مره واحده. بس انا ما قلبتش كله عشان خاطر ايه، اوريكم كويس بنغرفه ازاي. اهو هنا لحمه، في لحمه لسه في البرام، والبرام التاني في لحمه، هنغرفهم كلهم. يا سلام، فاصوليا من ايد شروق وبرام من ايد منى. وبالهنا والشفا على كل متابعيني، ومع السلامه.